واش عارف بلي هذا القانون اللي كيتسمى القوى القاهرة هو اللي قلب موازين الطاقة في العالم مؤخرا؟ القصة بدات ملي شعل توتر في الشرق الأوسط وخلى أسعار النفط أنها تضرب السقف وتوصل ل 120 دولار للبرميل. الصدمة كانت ملي قطر أعلنت رسميا وقف إنتاج الغاز المسال بسبب هذه الظروف، والنتيجة بطبيعة الحال راها كانت قوية وفورية. أثمنة الغاز في أوروبا تزاد 30%، وفي آسيا كذلك تزاد بوتيرة مهولة وفي ظرف أسبوع واحد. هذا الارتباك خلى دول كبرى بحال تايوان أنها ترجع لواحد الصديق القديم ومزيت اللي هو الفحم الحجري، اللي قفز الثمن ديالو حتى هو ل 150 دولار للطن. العالم اليوم محطوط قدام أمر واقع: واش يضحي بالأهداف البيئية ويرجع للفحم باش أنه يضمن غير الضوء للمواطنين، ولا كاين حلول أخرى مخبية؟ في رأيكم واش الفحم غيكون غير مسكن مؤقت ولا غيولي هو الحل الدائم للأزمة؟ قولوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش القاعدة الذهبية: جيمو كومونتير وبارطاج باش الفيديو انتشر على وسع نطاق. وتحياتي لكم.